تخيل لو المركب اللي انت عليها حصل فيها مشكلة وبدأت تغرق، هتعمل ايه؟ اسمع القصة. أسرة 5 أفراد طالعين رحلة، أم عزيزة وأب فضيل و3 أبناء. الولاد هتعوم وتعمل سنوركلينج ودايفنج، الأم على المركب يا دوب تحضر سندوتشات وتستمتع بالشمس، تشرب كوباية شاي وتستجم، والأب لسه يا دوب ملقلق حسب الجو. والله الأمور حلوة والمزاج رايق، هينزل يعوم شوية، ولو مش كده خلاص هيقعد مع الحاجة في ساعة سفر. ومرة واحدة البحري على المركب بيبلغ كل الناس إن المركب هتغرق، وفعلا المركب واحدة واحدة بدأت تنزل. هتعمل ايه يا صديقي؟ بحطك انا في مواقف. اول حاجة دور واسأل على لايف جاكيت لكل فرد في الاسرة، ونضارة بحر لو امكن. انت كنت على رحلة فيها غطس وسنوركلينج، يعني لازم هتجيب واحدة على الاقل، ويا سلام لو معاها سنوركل عشان لو في موج عالي. سيب الشنطة في جميع الاحوال بالذات لو فيها اكل، وانت طبعا عارف ليه. المركب بتنزل خلاص، ما تستناش للاخر، نط في المية بسرعة وابعد